حضرتك اللي في القطاع دول ما بيحبوناش كمصريين، دول اعتدوا على عربيات المساعدات والسواقين وفي إطارات السيارات مشعللين. طب ما تديني مخك لمدة دقيقة وتفكر معايا، مين من مصلحته يعمل فتنة بين اخواتنا اللي في القطاع والمصريين؟ ناس بقالها أكتر من 4 شهور من غير مساعدات هيتعدوا عليها عشان ما يجوش؟ ولا احنا اللي ناسيين أو متناسيين إن في حاجة اسمها مستعربين، ودول بيبقوا في وسطنا متعلمين يتكلموا زينا، متدربين عاداتنا وتقاليدنا وشكلهم ولبسهم ما يفرقوش حاجة عننا، ودول هتلاقيهم في الشوارع وسطنا عشان يكرهونا في بعضنا، هتلاقيهم على السوشيال ميديا عاملين حسابات هدفهم واحد، اننا نشك في بعض ويخونونا في بعضنا. ولا نسيتوا زي اللي كانوا في مستشفى ابن سينا وكأنهم مرضى زينا، بس في حقيقة الأمر هم جايين عشان يخلصوا على كل الأبرياء، وعند المعبر بدل ما يستقبلوا لا يتعدوا على المساعدات. ليه؟ عشان احنا كمصريين يحز في نفسنا، ايه ده، اخواتنا مش مقدرين اللي احنا بنعمله، ده احنا اقتصادنا جايب جاز ومع ذلك قاطعين من قوتنا ونديهم واحساسنا بيهم نفديهم بدمنا. سؤال وتردوا عليه، هدف مين اللي عايزنا متقسمين؟ كنا قبل وجودهم أمة عربية وإسلامية واحدة كانوا بيتجننوا ومرعوبين لما بيلاقونا متجمعين، وحطوا الهدف وعرفوا يحققوه من سنة 48. وازرع المستعربين في العراق وقسموها لسنة وشيعة، ازرع مستعربين في اليمن والسودان وقسموها لشمال وجنوب، ويزرعوا الخلاف والاختلاف في سوريا ولبنان وكل البلاد. بقينا شبه التورتة وقعدوا يقسمونا لدول كبيرة. ايه ده هم برضو مش قادرين علينا؟ لا، انت تقسم لي بقى الدول الكبيرة لحتت صغيرة يمكن نقدر عليها. ايه ده بقى، انتوا هتسيبولي مصر كده حتة واحدة؟ لا، قسموها لي وقوموا الشعب على النظام. واقسم بالله انا مش تبع اي نظام ولا بطبل لحد، انا ما يفرقش معايا مين رئيس، انا كل عشقي لتراب هذا البلد، واننا نبقى ايد واحدة وما نبقاش متقسمين. يمكن انا من اكتر الناس اللي بتشجع العرب اننا نكون متوحدين. بالله بلاش نبقى البعض مخونين. احنا كمصريين خونا مبارك وخونا عمر سليمان وطلعوا في الاخر هم الابرياء، وبرضه كان ده مخطط من المستعربين. وكنت هقول نفس الكلام لو كنا في الأزمة اللي فيها دي مرسي رئيس. المهم إننا نبقى متجمعين، واللي بقوله ده واقع متسجل في التاريخ ومحدش يقدر ينكره. هل هنهد حلمهم ونلملم اللي باقي مننا؟ احنا بدون تدخل المستعربين وسطنا احنا البعض كعرب عاشقين. بصوا معايا كده، ده سواق مصري ساق بأقصى سرعته عشان يوقع أزايز المية ويسرع وصول المساعدات، ودي ست من إخواتنا اللي في القطاع. اسمعوا بتقول إيه عن السواقين المصريين. استودعناكم الله وربنا صدقنا ورجعكم لنا بالسلامة، وصلتوا الرسالة وأديتوا الأمانة. الله يبارك لكم، الله يبارك لكم، الله يبارك لكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صدقنا الله وصدقنا الله. دول بقى محدش بيسلط عليهم الضوء ليه؟ ايه ده انتوا هتحبوا بعض ولا ايه؟ لا لا لا، احنا نطلع الحاجات المطينة فوق دماغنا عشان نفضل في شعور بعض مسكين. والفيديو ده انا خلصت بيه ذمتي وهيبقى في رقبتك انت ليوم الدين لو ما نشرتش الحب والوحدة بيننا كعرب، وكلنا عرب مسلمين مسيحيين ايا كانت ملتك طالما عربي نمسك في ايد بعض كده ونقف ضد عدونا. ده احنا عدونا واحد واحد نتوحد عليه، والله اللي هنخرجه بره المنطقة خالص، ومش هننتصر على ولاد الاسفوكس دولت الا لما نبقى متوحدين.